الراجل لو جاله صداع بيتشافى ذاتيا. ليه؟ اسأليني ليه؟ ليه بقى؟ ليه يا ترعة المفهومية؟ ليه يا خزان النباهة؟ حلو السؤال. لأنه مسكن نفسه، مسكن منه فيه. انتي لما يجيلك صداع مش هتتشافي ذاتيا، مش هتخفي، هتقعدي كده قاعدة بصداعك كده، مش هتلاقي مسكن. يعني هي عندها ولا فارق معاها حاجة ولا في دماغها حاجة، وده قاعد حبكالة راسها بس النهار كله وتقول انا مصدع. عارفة ليه؟ عشان الراجل هو أصل المادة الفعالة للمسكن. أي مسكن ممكن تتخيليه في حياتك، والكلام ده مش من عندي. لسه قارية دراسة عملوها في بلاد بره، قصة طويلة ودراسة طويلة، احكيها لك الحلقة الجاية، حلقة لوحدها عشان ما نهدرش حقه. المهم يعني ان نتيجة الدراسة دي استخلصوا منها ان الرجل فعاليته زي المسكن بالظبط، بل من الممكن ان يكون الرجل اقوى فاعلية من المسكن. شفتوا ان احنا مسكن طبيعي حتى لنفسنا؟ ده احنا يا مشايلين بلاوي وساكتين. قولي يا خالتي ياسمين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة، ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني. طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي ابو الغضب هياكل ايه النهاردة، ابو الغضب او ابو النكد، ايهما اقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة، يا فنانة، فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور اصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي. هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. انا اسفه اني بقول لك كده، بس دي الحقيقه. الفتره الجايه في المطبخ هتحمري وتقلي كتير. غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسه في المقلاه اللي من الحرب العالميه الثالثه ما اتغيرش. ده انا بيطلع عيني كل سحور نقعد نخب. لا انا مش هتسحر، نقعد نصحي. انا مش هتسحر يا ست، انا بقول لك قومي جهز السحور. ما الله لعنك طفحت. احنا عايزين احنا نتسحر. كل كوم وقصه الزيت دي كوم. اقعد اقول لها غير الزيت تقول لي ده نابليون بونابرت مضى عليه. هي طبق عادل امام لما نابليون مضى عليه. طول ما هو قاعد عايز ياكل ويحلي ورا بعض، مش راجل صايم؟ انتي هتبصي له في اللقمه يا نشوه؟ ايه نشوه؟ مش كده، ما ياكل من خيره. هو انتي بتصرفي عليه يا مدام؟ نخلص من شيماء تطلع لنا نشوه ما وراهاش غير فلان جه وفلان هيجي وفلان. انا مش عارف نعمل ايه. احنا في الحريم دي نجيب لكم مين تاني؟ احنا لازم المفروض نحن نطالب بوجود ياسمين في كل بيت مصري. مادام انتي الاسدال اللي لابساه ده بفلوسه، وعبايات وقفطانات رمضان اللي هتيجي بفلوسه، فما تشكيش، غيرك مش لاقي. وما تشكيش من العزومات، يعزم براحته بيته وبرافو عليكي بفلوسه، برافو. اكليهم الضيوف وشربيهم وحمميهم ونشفيهم، وادخلي ارتاحي بقى على مهلك وصلي وسبحي كمان وناميلك شويه. وادي دقني لو عرفتي ولا لحقتي، ادي دقني. قرار رقم 1 في رمضان: اي حد هيتعزم عند نشوة فطار وسحور واستحمام وتنشيف على حسابه.